شوية ارانب وكشك زبادي بقى. انما ايه من الاخر، ايوه انا بسميه كشك الزبادي لان هو مش الكشك الصعيدي. الكشك ده خفيف وسهل جدا، ممكن نعمله لو عندنا شوربة حلوة في اي وقت. الارانب طبعا احنا غسلينها بالطريقة المعتادة لغسل الفراخ، ولكن اللي بيزيد ان احنا ندعكها من بره بشوية ملح خشن علشان الطبقة الهلامية اللي بتبقى عليها من بره بتضايق معظم الناس دي، وانا واحدة منهم، تروح. هي بتروح بنسبة 50%. الطريقة دي في السلق بقى هتضيعها خالص. احنا هنشوح الارانب الاول قبل ما نسلقها. بنشوحها في معلقة زبدة او معلقة سمنة وحبهان ورق لورا ومستكة. هنشوحها على الجنبين بحيث ان احنا نديها تحميرة بسيطة كده، وبعد كده هننزل عليها بباقي البصل اللي كان متفرز معاها، وكمان هنحط بصلة فريش ومية سخنة. طبعا احنا لما بنفرز الطيور او الارانب انا بحب احط عليها بصل مبشور وملح وفلفل. بتبلها بيهم وبشيلها على طول في الفريزر، بتطلع تحط في الشوربه وشمي احلى ريحه. هنا انا كده خلاص حطيت الميه السخنه وهحط اهو البصله الفريش. هيبدا بقى الريم يطلع على الوش. هو للاسف الارانب بتطلع بس ريم شويه زياده، هنشيله كله وهنرميه. بعد ما سلقناها وما شاء الله طلعت الشوربه تقيله وجميله زي ما شايفين كده، هبدا ان انا اصفيها. هاخد منها حوالي كوبايه، ودي كميه لفرد او 2 ماكسيموم. لو عايزين تزودوا الكميه لاي عدد من الافراد طبعا بتضاعفوها. الشوربه دي هخليها تغلي وهغسل معلقتين رز وهحطهم فيها يتسلقوا، وبعد كده هوطي النار. انا عايزه الرز ده يبقى بايش يعني زبده كده. كده المعلقتين اهم انا حطيتهم خلاص، وهخلي الشوربه تغلي. هحط كمان نص مكعب مرقه وده اختياري، وهحط فلفل اسود عشان لو في اي زفاره برضو ما نحسش بيها. وبعد كده هسيبها بقى ايه تتعايش على النار. مش هتاخد يعني 10 دقايق او ربع ساعه هتكون الرز استوى خالص، ومعدل الشوربه هيقل. حابين تزودوه زودوه، انا بحب ازوده بلبن زي ما هنشوف دلوقتي. هحط لبن تقريبا نص كوبايه، وهحط فيها معلقتين دقيق، وهحط عليهم هضربهم الاول عشان الدقيق ما يخرزش معايا في اللبن الساقع ده. هو لبن طبعا بدرجة حرارة الغرفة بس احتياطي. هضرب الدقيق في اللبن كده الاول، وبعد كده هحط معلقتين من الزبادي. حلو كده. هضربهم بقى بمضرب البيض او المتوفر عندك بالمعلقة او اي حاجة لحد ما يبقى متجانس كده ما فيهوش تكتلات. هحط بقى عليه الزبادي وهضربهم. يبقى دول الثلاث مكونات الاساسيين للكشك: اللبن والدقيق والزبادي. في الاخر خالص هنحط نشا. لو احنا حسينا ان القوام خفيف واحنا ما بنحبوش خفيف هنحط نشا على حسب بقى الرغبه. بنحبه تقيل جدا، بنحبه متوسط. انا عن نفسي بحبه متوسط، والطريقه دي للسمك المتوسط. كده خلاص حطيت الزبادي وضربت كله مع بعضه. هرجع بقى الكشك على النار، الشوربه والرز يعني، وهبدا ان انا اضيف لهم المكونات دي. انا هنا بوريكم الرز بقى عامل ازاي، بقى بايش خالص، وده هو المطلوب. هنزل بقى بالخليط وهقلبه تاني. ايدينا فيه وهو على النار طبعا لانه ممكن يلزق بسهوله. هو ده بقى القوام الموجود. هو كده بالنسبه لي كان خفيف، فانا هضيف له نشا وهضيف له ميه. كده خلاص اصلا الكشك كله خلص، والطريقه مفيش اسهل من كده يعني. هبدا ان انا احطه في الطبق، ولازم مع الكشك بنحط له بصل محمر زي البصل بتاع الكشري كده بالظبط. ده كان حبه بصل اصلا باقيين عندي من الكشري اللي عملناه من يومين، حطيتهم عليه. والارنب كان بيتحمر تحت الشوايه في الفرن، علشان انا مش بحمر في زيت او في سمنه عشان الحاجه تبقى خفيفه. ده الشكل النهائي، واصلا الارنب طلع متماسك وما طلعش فيه اي حاجه طريه ولا حاجه مش حلوه ولا حاجه اهو.
وخلي بالكم ان لحم الارانب مفيد جدا وقليل كوليسترول خالص. شكرا ليكم، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير.